المدرسة بالعجلة بتاعته، ولكن واحد من صحابه بيكون راكب عربية وبيكسر له العجلة بتاعته، فبيتضايق جوجو ويقف يتكلم معاه. والشاب ده اسمه فولر، وده بيكون من ضمن الشلة اللي بتنمر على جوجو، ولكن جوجو مش بيرضى يواجههم بسبب وعده لجده. وفولر بيفضل يتريق على جوجو وبيقول له اضربني لو تقدر، وبيقف جوجو وهو بيحاول يسيطر على غضبه لأنه عارف لو انفجر هيضربهم كلهم. وفولر بيفكره ضعيف ويفضل يتريق عليه. وبينتقل بينا المشهد واحنا بنشوف واحد اسمه بيكولو وهو بيحاول يجمع كرات دراجون بول، وأول مكان بيروح له هي قرية في الصحراء لأنه عارف إن فيها كورة من الكور السبعة، وبيبعت المساعدة بتاعته عشان تجيب له الكورة. وبتطلع الكورة مع واحدة وبنتها، وأول ما بتحس إن في خطر حواليها بتحاول تستخبى، لكن مساعدة بيكولو بتعرف مكانها فين، لكن بتحاول تحمي بنتها وبتديهم الكورة. وبيظهر بيكولو من ورا الست ويؤمر المساعدة بتاعته تقتلها. وبينتقل بينا المشهد للفصل اللي بيكون فيه جوجو، وبيكون المدرس